السلام عليكم متابعينا الكرام. حقق مقطع فيديو انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين يظهر ثبات إمام مسجد في الصلاة رغم الزلزال العنيف الذي ضرب إندونيسيا وخلف مئات الوفيات والجرحى. وثقت كاميرا المسجد الإمام وخلفه المصلون في لحظة وقوع الزلزال، حيث حافظ الإمام على ثباته رغم الهزة العنيفة التي رجت المسجد بأكمله، وأكمل صلاته بثبات. واصل الإمام صلاته مستندا بيده على الحائط، في حين قرر بعض المصلين المغادرة واستمر آخرون في الصلاة خلفه. انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظي الإمام بالمديح بسبب إيمانه الثابت وفقا لآلاف المعلقين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأجلي نحو 10,000 شخص من منازلهم في جزيرة لومبوك الإندونيسية عقب تعرضها لزلزال شديد بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر. توفي على إثره 100 شخص على الأقل وأصيب المئات. أما في فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نجا مصلون بمسجد آخر في إندونيسيا من ذات الزلزال قبل انهيار سقف المنزل، وسارع المصلون فور إحساسهم بالهزة الأرضية إلى الخروج من المسجد إنقاذا لأرواحهم. شاركونا في التعليقات، إذا كنتم مكان هؤلاء المصلين هل كنتم ستهربون من المسجد؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.